اقول لاستاذي اللي انا بسببه بقيت في السينما وبقيت ممثله وبقيت حاجه كبيره قوي، ويرجع الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى الاستاذ الكبير الزعيم استاذ عادل امام. استاذ عادل امام، ممكن اقول لك شكرا على كل حاجه. استاذ عادل من 2008 اقتنع بموهبتي كممثله، والحمد لله وقف جنبي وسابني قال لي انطلقي، واديني انطلقت. ربنا يخليك يا استاذ عادل. اشكرك. وانا اي وقت هتقولي تعالي مثلي مشهد واحد انا هاجي جري، لان انت الخير والبركه وانت الزعيم وهتفضل معايا. شكرا يا استاذ عادل. وثقت الفنانة منى ممدوح الزيارة التي قامت بها للنجم عادل إمام من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي. وظهرت الفنانة منى ممدوح في الفيديو برفقة عادل إمام، ووجهت له رسالة قائلة: عايزة أقول لأستاذي اللي بسببه بقيت في السينما وبقيت ممثلة وحاجة كبيرة قوي، ويرجع له الفضل بعد سبحانه وتعالى الأستاذ والزعيم عادل إمام. شكرا على كل حاجة. وأضافت منى ممدوح: أستاذ عادل من 2008 اقتنع بموهبتي كممثلة، والحمد لله وقف جنبي وقال لي انطلقي، وانطلقت. وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو معبرين عن سعادتهم بظهور عادل إمام. ويذكر أن منى ممدوح شاركت في فيلم مرجان أحمد مرجان للزعيم عادل إمام سنة 2007، وقدمت فيه دور الطالبة مهيتاء. واحتفل عادل إمام يوم الأربعاء بعيد ميلاده 83 وسط محبيه وأولاده وأحفاده. ويذكر أن عادل إمام يغيب عن جمهوره ومحبيه منذ 3 أعوام. ربنا يطول لنا في عمرك يا زعيم.